لقاء مع الفنان أحمد سند، واللي اتكلم معانا ومع الجمهور عن مشاركته في معرض المسرحي حب من طرف حامد. احنا دلوقتي في مسرح السامر في العجوزة بجوار السيرك القومي، عشان لازم تيجوا تتفرجوا عشان العرض حلو قوي بجد هيفوتكم. حامد حب من طرف حامد، مسرحية كلمتني عليها المخرجة صديقتي سهى العزبي. اول ما كلمتني قالت لي انا عاوزاك معايا ضيف شرف، لان انا طالع ضيف شرف. ما كنتش ناوي ارجع المسرح غير بدور كبير، بس لان سهى عزيزة عليا جدا فما قدرتش اقول لها لا. فقلت لها طب اشوف الدور. قالت لي تعالى ونقعد مع بعض. جينا كنا لسه في بدايه التحضير خالص، ما كانش لسه، يعني عايز اقول لك التسكينات اغلبها ما كانتش موجوده. قعدت وقريت الشخصيه، لقيت الدكتور يعني لطيف مش وحش. الدكتور اللي بيعالج ابو حامد، ابو حامد ده يعني راجل ملعب كده ولذيذ، فبنعمل كوميديا مع بعض حلوه جدا. هو عامله الاستاذ خالد محروس، ده صديقي واخويا وحبيبي، ويمكن هو السبب الثاني في ان انا اشتغلت في العرض، لان انا ما كنتش حابب ان انا ارجع دلوقتي. فدور الدكتور ده لقيته دور هيبقى خفيف، مشهدين او 3 مشاهد لايت كده حلوين فيهم كوميديا حلوه. فوافقت، قلت مفيش مشكله. الحمد لله احنا كام ليله عرض اللي فاتوا احنا عرضنا حوالي 7 ليالي. ما شاء الله كل ليله كان فيها عدد كويس، اقبال حلو، وكان في شخصيات عامه كتير موجوده. يعني مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد. ناس كتيره من الشخصيات العامه جت وكلهم اشادوا بالعرض جدا. هي الناس بتحب المسرح، بس الناس عايزه اللي يعرفها على المسرح. اغلب الناس مش عارفه ان في حاجه اسمها مسرح دوله، وان التيكت بتاع اغلب مسرح الدوله ب 40 جنيه وب 42 جنيه وب 50 جنيه، حاجات يعني رمزيه. الناس ما تعرفش ده. الناس فاكره ان المسرح فهخش لا هيبقى رقم وانا وعيالي فلا يا جماعه، ده المسرح يعني اسعاره مش عاليه، وفي نفس الوقت تتفرجوا على حاجه راقيه، لان انتوا بتتفرجوا على حاجه يعني تبع الدوله، فحاجه محترمه وراقيه وفيها شغل حلو، ما فيهاش الفاظ خارجه. عيالكم هيتبسطوا وانتوا هتتبسطوا. في مسلسل دلوقتي بس واقف شويه، مع الاستاذه هند صبري ان شاء الله، ويعني هو واقف لسبب ظروف، هنكمله ان شاء الله قريب.